انت ايوه انت عمرك ما هتتبسط من غير ما ترضى باللي موجود في حياتك. يعني عشان تتبسط وتبقى مبسوط بجد لازم ترضى بالاحداث اللي بتحصل في حياتك. طب ايه الفرق ما بين الرضا وما بين الانبساط؟ حياتك عبارة عن حاجتين، حاجات ينفع نغيرها وحاجات للأسف ما ينفعش نغيرها. في الحاجات اللي ينفع نغيرها انت محتاج القوة، وفي الحاجات اللي ما ينفعش نغيرها انت محتاج السكينة والتقبل، انك تتقبل الحاجات دي وتعديها. ولا افترض ان انت شغال في شركة والمدير بتاع الشركة ديت انت ما بتحبوش، ما بتطقهوش يا سيدي، ما بينزلكش من زور، والمدير دوت اكتر حاجة بيكرهها في حياته الصوت العالي، وانت بطبيعتك يا سيدي صوتك عالي، ما بتعرفش توطي صوتك ما بينزلش عن التون بتاع الصوت العالي. المفروض بقى في حالة زي كده نعمل ايه اللي هيحصل؟ المفروض تبذل معاه السكينة. ازاي؟ لانك مش هتعرف تغير مديرك، ده مديرك وده امر واقع مش هنعرف نغيره. وتبذل مع نفسك القوة، انك تحاول بقدر الامكان انك توطي صوتك. فهمت اللي انا قصدي اقوله لك؟ ما تجيش بقى تقول هو انا كده، هو انا طبعي كده، انا على طول دايما صوتي عالي. ده هيخلي عندك حالة من عدم القوة وعدم السيطرة على نفسك، وانك مش عارف تغير حتة الصوت العالي. بالتالي هيخلق عندك حالة من عدم الرضا وعدم قبول الوضع اللي انت عايش فيه. مديرك مش طايقك، بيحصل ما بينكم مشاكل كتير عشان انت صوتك عالي، وبالتالي هيخلق عندك حالة من عدم الرضا وعدم السعادة. في الآخر مش هتبقى مبسوط ولا هتبقى سعيد، عمرك ما هتعرف تعمل كده إلا إذا عرفت تبقى قوي مع ذاتك وعرفت تسيطر على أمورك. فده هيخلق حالة عندك من القبول والرضا، وبالتالي هتبقى دايما مبسوط وسعيد. لو عجبك المحتوى وحابب تدعمني ما تنساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.